عمرك دخلتي لشي غرفة باش تجيب شي حاجة، وملي وصلتي وقفتي وقلتي أنا أصلا علاش جيت لهنا؟ والأغرب أنك مرات كتكون عارف شنو بغيتي، ولكن غير كتدخل الغرفة الجديدة كتختفي الفكرة من راسك. هاد الظاهرة عندها علاقة بحاجة بسيطة، دماغك كيربط بعض المعلومات بالمكان والسياق اللي كنتي فيه في السابق. يعني وأنت في الغرفة الأولى دماغك كان خدام بسياق معين وعنده الخيط ديال الفكرة اللي كنتي باغي دير أو الحاجة اللي كنتي باغي تجيب. ولكن ملي كتدخل الغرفة الجديدة المكان والسياق كيتبدلوا، وهذا التغيير يقدر يخلي استرجاع الفكرة أصعب للحظة، وهذا الشيء كيخلي الدماغ للحظة يلقى صعوبة في الوصول للمعلومة اللي كانت حاضرة غير قبل ثواني. ولهذا مرات غير كترجع للمكان اللي كنتي فيه كتجيك الفكرة مباشرة وكتقول دابا عاد تذكرت شنو كنت باغي ندير. يعني الباب اللي دزتي منه ما محاش الذكرى، غير بدل السياق اللي كان كيساعد دماغك باش أنه يلقاها. وهذا كيعني أن النسيان اللي كيوقع في هذه اللحظة ماشي بالضرورة ضعف في الذاكرة ديالك، ممكن غير تغيير في السياق. ويمكن المشكل ماشي أنك نسيتي علاش دخلتي، يمكن دماغك غير محتاج ترجع لنفس السياق باش يلقى الفكرة اللي كانت مخبية.